وشوف شوف 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 وشوف لي على هالتحفة الفنية هاي. شوف شوف ما شاء الله ما شاء الله، تحفة ومن الآخر معلم، وحلى الطبقات يا معلم، وشغلة من الآخر من الآخر. شوف لي على هالتحف الفنية هاي، شي معلم بيغرف القلب، اقتصادية توفيرية لذيذة لذاذة، شي من الآخر. خلينا نبدأ بمكونات وصفتنا. كاستين من عصير الفراولة، أنا هاد خلطته على الخلاط فقط فراولة مع شوية مي. هاي كاسة وهاي اثنين. لكل كاسة عصير بدها معلقة وربع كبار من النشا، هدول معلقتين ونص كبار من النشا، وثلاث معالق كبار من السكر. والسكر حسب الرغبة، فيكم تحطوا ثنتين وفيكم ما تحطوا، ولكن من دون سكر مو طيبة كتير. وهلأ بنحركهم على البارد، بعدين بدي انقلهم على الغاز حتى يتكاثفوا معي. شايفين هيك تكاثفت معي امورها 100%. هلا بدي اخذها وصبها. هلا سواء بزبادي، بفناجين، بكاسات، شو بدكم تقدموها قدموها، بتدهنوها زيت بس مشان تطلع معنا تمام، زيت نباتي. وهلا بنضيف الخليط ونقول بسم الله. طبقات انا بدي اعملها هلا حسب سماكه الطبقه اللي بدكم تعملوها، بتحطوا الكميه. بنيجي للبرتقال كذلك الامر، نفس الطريقه تماما، كاستين، حلقتين ونص نشا، وثلاثه سكر. لا البرتقال طيب معه الماء زهر، لاحط معلقه كبيره من الماء الزهر بيطلع كتير لذيذ. بنيجي للطبقه الثانيه، عندي كاستين من الحليب، وهاي الثانيه معلقتين ونص كبار من النشا، وثلاثه كبار سكر. وحضيف على الحليب نقطه فانيليا، بتعطي نكهه كثير طيبه. بيلبق مع الحليب الفانيليا. الحليب بدي اسكبه فوق البرتقال لان هو بيلبق معه وبيطلع لذيذ لذيذ. هلا تبع الشوكولاته بدي كترهم شوي لان الاولاد بيحبوهم. لتر من الحليب، 5 معالق كبار من النشا، 7 معالق سكر، والحلاوه حسب الرغبه. معلقتين مقوبعين كبار من الكاكاو، هذا كاكاو خام غير محلى. ونفس الطريقه هلا بنخليهم يتكاثفوا، وهيك تكاثفوا عندي. وهلا ببلش صب وبقول بسم الله. وهلا بتركهم نص ساعة زمن ليبردوا، وبعدين بحطهم بالبراد ساعتين لياخذوا برودة مزبوط، وبطالعهم وبورجيكم اياهم، رح يطلعوا تحفة فنية. ورح اقلب وحدة قدامكم عشان ما تقولوا الشيف ما عم يورجينا كيف عم يقلبها، بس هيك بايدك بتحرر اطرافها. شايفين؟ نجي هيك ونعمل لها هيك. ها يا عيني يا عيني، تحفة فنية ومن الآخر معلم. شوف لي على هالموديل، شوف. وهيك طالعنا أطيب حلا طبقات ممكن إنك تعمله معلم، شاغلة من الآخر من الآخر. شوف لي على هالتحف الفنية هاي. حبايبي ما تنسونا من دعمكم والاشتراك بالصفحة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.